اهلا وسهلا البنات، كيف العاده مرحبا بكم اليوم في روتين جديد، يوميه جديده، وصفه جديده اللي كتعجب الاغلبيه خصوصا في شهر رمضان. اليوم قررت انني نوجد سليلو او لا سلو كيف كيقولوا لي الاغلبيه، بدون يعني مناسبه ديال رمضان. هنا عندي كيلو ديال اللوز، كيلو ديال الكاوكاو، كتبقى على حسب الكميه اللي بغيتو توجدوا. عندي الزنجلان كيلو، حبة حلاوة ربعة، النافع البلدي ربعة حتى هو، السكر كلاصي كيبقى السكر على حسب الذوق. وهنا عندي الصوجة اللي مقلية مطحونة، والدقيق كان يا اما ديرو فورس بوحدو يا اما تخلطوه. انا كنخليه مره كنديرو فورس بوحدو، مره كندير حتى القمح. وهنا عندي مسكه حبوب. هاد المسكه غادي ندقها في المهراز حتى تولي بحال شي غبره، ونغربلها ونخلطها مع المكونات التاليه. اول حاجه، اول مرحله، كناخذ الزنجله مزيان اللي كنديرو في شي بانيو ولا شي حاجه، كنفزقو بحال هكا وكنحكو مزيان بيدي باش كتحيد داك الحجيرات ولا الغبره اللي فيه. ضروري هاد المرحله يتصل مزيان ويتحك من طبيعه الحال. من بعد ما تنقى في الاول كتنقيه باش كتحيدي منه يعني دوك الشوائب الاولانيه اللي كتكون باينه، وضروري ما يدوز من الماء باش كيتنقى مزيان. هانتوما كيف كتلاحظوا معايا راه نقعته في هذا الماء، وكنحكو ضروري دوزو بيديك حتى كنكمل الكميه اللي عندي، وكنصفيه بهاد الصفايه في كل مره. كنصفيه، نتوما شفتوا من الاول راه عطا داك الماء ديالو تلون. من بعد ما غسلته مزيان عده مرات صفيته وحطيته في اللاطه. كل مره كندير كميه في هاد اللاطه اللي غادي نحمرو في الفران، كنسرحو بحال بهاد الطريقه، وكنكمل هاد الكميه حتى نكمل الكميه اللي عندي في اللاطه. عاد ندوز نكمل الكميه الاخرى كل مره شويه، وكنبسطو مع التحراك في هذا في الفران. في الاول كنشعل عليه لتحت ومن بعد كنشعل الفوق. هنا عندي النافع حتى هو من بعد ما غسلته مزيان، نقيته وغسلته. هاني كنسخنو، درتو هنا غير في المقله في الوقت اللي الزنجلان كي يتقلى في الفران يعني على درجه مهيله. في الاول كندير الاسفل ومن بعد كنشعل حتى في الفوق، ولكن هاني درجه حراره اللي هي مهيله باش كيتقلى مزيان وما كيتحرقش. نفس الشيء بالنسبه للنافع، حتى هو مع التحرك كنحمرو بشويه باش كيفقد داك الماء اللي فيه، وكيجيني سهل باش انه يتطحن. هانتوما كيف كتلاحظوا على الطريقه. من بعد ما كملت الكميه اللي عندي ديال الزنجلان والنافع وحبه حلاوه، هانتوما كيف كتلاحظوا معايا حاولت انني ما نحرقوش. دابا غادي نمر هذا اللوز حتى هو اللي حمرته شويه مع كاوكاو ايضا ضروري ما تحمروه شويه، والصوجه اللي ديجا عندي هنايا واجده جاهز تقريبا شي كيلو الا ربع بحال هكا. والمسكه غنبقى في هذا المهراز، والسكر كلاصي بطبيعه الحال. وغادي نقول لكم شنو المقادير الاخرى اللي غادي نضيف. غادي نستعمل هاد الهاشوار هذا كيجيني ساهل باش نطحن المكونات ديال سليلو، لانني ما بغيتهاش تسحق بزاف، بغيتها تبان يعني في الملمس اولا في المذاق تكون باينه. هانتوما كيف كتلاحظوا كلشي عندي هنا واجد مقلي، اللوز كاوكاو كلشي. غير فقط حرصوا على ان هاد المكونات ما تحرقش معكم، ما يدوزش ليها الطياب زايد باش ما تفقدش اللوغو ديالها. وحتى اللون ما يجيش خايب في اللون، ما يعطيش داك اللون والمروره في المذاق. اذا غادي نبدا على بركه الله باش انني نطحن الزنجلان. ما غنطحنش الكميه كلها ديال الزنجلان، غادي نطحن تقريبا ثلثين ديالها، لان كنبغي نحتفظ بواحد ثلث منها يعني 2 كيلو تقريبا، يعني 2 كيلو ديال الزنجلان. ما غنحتفظ، قلت لكم قبيله فيديو ولكن 2 كيلو. غادي نحتفظ بجزء من او لا ثلث غادي نخليه هكاك صايم محمر، وثلثين غادي نطحنوه بطريقه اللي بغيت. كاين اللي كيطحنوا حتى كيطلق داك الزيت ديال الزنجان، ولكن انا كنخليه شويه. غنوريكم كيفاش كنخليه في يعني في الملمس ديالو الشكل ديالو. ما كنطحنوش بزاف باش كيبقى كتحس به في المذاق ديالو زوين في الماكله، كيجي زوين. هانتوما كي شفتوا هاد الجهه الزنجله اللي طحنت كيبقى بهذه الطريقه، وهنا جزء ديال الزنجله اللي بقى صاين تقريبا كيف شفتوا راه الثلث اللي بقى تقريبا. هنا غادي ندير نفس الطريقه لحبه حلاوه النافع اللي غادي نطحنهم، وضروري ما نغربلهم باش حيت كيبقى فيهم دوك
دوك الحروشيه ديالهم اولا داك العويدات ديالهم ضروري ما يتحيدوا، يتغربلوا. ها نتوما كيف شفتوا دابا حبه حلاوه اللي طحنتها غادي نغربلها بهذه الطريقه كيف شفتوا. ومن طبيعه الحال ديك الحبيبات اللي بقاو عندي صايلين راه ما كنرميوهمش، كنخليوهم كنستعملوهم في الحريره، كتجي الصراحه زوينه في شي وصفات كتخليهم كتستعمليهم حتى حاجه ما غادي تضيع. هنا نفس الطريقه غادي نديرها حتى هذا النافع، غنغربلو وغادي نغربل الصوجه من بعد ما طحنات، لان كتبقى القشره ديالها حرشه هكاك ما يمكنش ان دار نيشان. دونك ضروري خصني نغربلها. نتوما كيف شفتوا كلشي كيتغربل باش كيجي زوين. كنأكد فقط على زنجلان وعلى عفوا على النافع وعلى حبه حلاوه وعلى الصوجه كيتغربلوا. نتوما شفتوا شنو بقى فيها. دابا غادي نطحن اللوز بنفس الطريقه. اللوز غنطحنو كامل بهذه الطريقه اللي شفتوا. غادي نوريكم شنو النتيجه اللي بغيت انا نحصل عليها. ما بغيتوش يتطحن كامل لان بغيتو يبان مع المقومات ديال سلو. فصراحه كيسلو فيه مجموعه من المكونات اللي هي مفيده للجسم وقويه طاقيه بامتياز، يعني كتعطي طاقه للجسم. فما نكتفيش فقط باننا نوجدوه غير في رمضان. انا يعني اغلبيه كنوجدو 2 مرات في العام، يعني رمضان ومره يعني عاديه ملي كنتوحشوه، يعني كنبغيو كتستعمليه هكا في الليل في العشيه ولا في الفطور. حتى هو مكون اللي هو طاقي. هنا عندي مسكه اللي دقيتها وغربلتها نتوما شفتوا، وعندي العسل 2 معالق كبار ديال العسل، وعندي الدقيق اللي حمرته والسكر كلاصي. هذوك المكونات كلها هي طحنتها وغادي نخلط النواشف كلها هي حتى كتجانس النواشف كلها هي بهذه الطريقه. كنحرك كلشي عاد كنضيف 2 معالق كبار ديال العسل الحر. الا ما كانش عندكم العسل الحر ممكن انكم تستعملوا العسل العادي. وغنخلط بالزيت البلديه مقياس اللي هو يعني مضبوط، والزيت يعني عاديه. ما غاديش نكثر من الزيت البلديه باش ما تجيش كتقهم في المذاق ديالها. المهم هاد المقادير موالفه انا كنديرها فكيعطيوني مقادير اللي مضبوطه، كيجي المذاق ديال سلو هو هذاك زوين، يعني المذاق ديالو زوين بنين، ما كيقهمش. اذا كيف قلت لكم ضروري ما نخلطوا النواشف كلها. هي هنا عندي 2 معالق ديال القرفه. القرفه حتى هي كتزيد واحد اللذه رائعه. عندي هنايا المسكه الحره حبوب مدقوقه ومغربله. ها نتوما كي شفتوا كيف ذكرت لكم القرفه واحد المكون اللي هو خطير وزوين ورائع، كيعطي واحد اللذه رائعه لسلو. 2 معالق كبار راهم كافيين كيبانوا في المذاق ديالو. هنا من بعد ما حركت هاد النواشف كيف قد ذكرت لكم عندي هنايا كميه ديال الدقيق تقريبا شي 2 كيلو ونص ديال الدقيق اولا 2 كيلو، من لانه ملي كيتحمر راه كتنقص الكميه ديالو شي شويه. هنا من بعد غنعاود نحرك مزيان هاد النواشف اللي عندي بهاد الطريقه. الا كانوا باقيين شي كويرات كنحكهم هكا بين يدينا. كيف لاحظتوا بهذه الطريقه انا استعملت هذا البانيو اللي مغسوله من قبل ومنشف باش غادي يجيني ساهل في التخلاط. ومن طبيعه الحال راه يدينا كيكونوا مغسولين دائما. فاني قبل ما نبداو اي تحضيرات في الكوزينه ضروري ما يكونوا اليدين نقيين ومغسولين، وهذه اهم حاجه. نمروا الان باش نضيف الدقيق. هانتوما كيف شفتوا حمرته. هنا ممكن تحمروه في الفران او لا تحمروه في الكوكوط. انا حمرته في الفران عادي باش يعني باش نكسب الوقت ما نضيعوش. وهنا عندي السكر كلاصي تقريبا عندي شي نص كيلو حتى كيلو الا ربع، كيبقى على حسب المذاق. فهاد الكميه ديال السكر كلاصي اللي استعمل جاتني هي هذيك، يعني ما حلوش ما جانيش حلو وما جانيش مسوس. هانتوما كي شفتوا كيف قلت لكم ان اهم مرحله في التحضير ديال السلو هو انني نخلط جميع النواشف بواحد الطريقه متجانسه. وما ننساش الملح. ضروري نزيد واحد نصف ملعقه صغيره ديال الملحه ضروريه حتى هي كتكسر داك المذاق اولا كتوازن لينا المذاقات اللي عندنا في سلو. غادي نحرك دائما، كنحاول كل مره كنحرك هذوك النواشف باش انهم ما يعذبونيش في التخلاط منين نجي نضيف الزيت. هنا عندي العسل الحر اولا ممكن نستعمل حتى العسل الزمزمي. غادي نستعملو تقريبا جهد شي 2 معالق كبار اولا
3 المعالق صغار ديال العسل الحور. وكيف ذكرت لكم ممكن تستعملوا العسل الزمزمي او لا العسل الحور او العسل العادي اللي عندكم متوفر تستعملوه. حتى هو كيعطي ديك التعليكه زوينه للسلو، حتى المذاق وصحي في نفس الوقت. لهذا فما نكتروش من السكر كلاصي، نديرو بعين الاعتبار هاد الكميه اللي غادي نوضعو ديال العسل الحور تقريبا 2 معالق كبار، ممكن نمشيو حتى ل3 المعالق كبار على حسب يعني الرغبه ديال كل سيده. اذا غادي نستمر مع هاد المكونات بهذه الطريقه. تقريبا راه المرحله اللي الصعيبه راه تجاوزناها، كملناها فاش كنغسلو ونقيو ونحمرو. هذيك هي المرحله اللي صعيبه. دابا غادي نضيف 2 كيسان ديال زيت البلديه. انا ما كنستعملش الزبده من بعد مع المده كتعطي واحد لوغو ديال الغموله، خصوصا لا طوال الا بغيتي الناس اللي طوال يعني جلس عندك مده بحال مثلا شهر ولا شهر ونص او لا على حسب الاستعمال، فمن الافضل ما ديريش الزبده نهائيا. 2 كيسان ديال زيت البلديه او زيت العود، نبقى واحد شويه في القرعه غنسقطرو، وكتكملي بزيت المائده، زيت المائده العاديه. فمن الافضل نديروا الكميه يعني اللي مضبوطه، ما نديروش كميه مفرطه من الزيت باش ما يتزيدش لينا السلو ديالنا، لان من بعد راه كيطلق الزيت ديالو ملي كنخلطوه كنوضعوه في يعني في البواطه او لا في السطل اللي غادي نستعملوا فيه اني نوضعوا فيه سلو، فكيطلق من بعد عاوتاني الزيت. لهذا نحرصوا على هذه المساله، ما نكثرش. انا ما كيعجبني الصراحه سلو اللي كيكون مزيت بزاف من الاول، هو مزيت كله يعني المذاق ديالو كله والذوق ديالو، كتبقى مساله ديال اختيار. ولكن انا كيعجبني يبقى واقف يعني ما ناشفش وما مزيتش بزاف. هانتوما كيف كتلاحظوا. وغادي نستمر على هذه الطريقه حتى كنجمع المكونات كامله بالزيت، لان ضفت كل شيء. وما تخيلوش واحد الرائحه اللي طالعه من هاد المكونات، ريحه يعني اللوز، الصوجا، الزنجلان، القرفه، يعني هاد المكونات الرائعه كتطلع. انا كنجمع وكنحاول ندلك بحال كدلكي العجينه، كدلكي هاد السلو بحال كدلكي العجينه وطالعه ديك الريحه. يا سلام، ما نعاودش لكم. هانتوما كيف شفتوا كنبقى بهذه الطريقه بحال كنعجن، كنجمع باش ما تبقاش عندي بلاصه متجانسه وبلاصه ما مخلطاش. يعني نحاول ان كل شيء يتجانس عندي ويتخلط باش يبقى كل شيء مذاق واحد. منين ملاه الزيت كيكون مذاق واحد. ايوا هذا هو يعني الفكره والاقتراح اللي اقترحت عليكم ضمن الروتينات ديالي. نتمنى ان البنات اللي باقي ما داخلينش القناه عندي انهم يدخلوا ويشتركوا في القناه ديالي ويفعلوا الجرس باش يوصلهم كل جديد. وما تنساوش ما تنساونيش من اللايكات والكومنتات الرائعه اللي كتشجعني وكتزيد بيا القدام. نتمنى انكم تزيدوا مازال تدعموني وتعاونوا معايا، فمحتاجه يعني بكل صراحه محتاجه الدعم ديالكم يعني واللايكات ديالكم والكومنتات المشجع لكم. يعني الدعم بصفه عامه ديالكم هو اللي كيقويني وكيزيد يعطيني واحد القوه او التشجيع باش انني نزيد نصور لكم الحياه ديالي البسيطه، الروتينات ديالي ببساطتها، الوصفات البسيطه والحيل اللي كتكون ناجحه ومكونات اقتصاديه. فالحياه ديالنا نعيشوها كيف ما هي ونتقاسموها مع احبابنا ومع الناس اللي كيحبونا واللي كيتابعونا، علاش لا. هنا في النهايه غنقول لكم بالصحه والراحه مسبقا، واخا ما دقتوش فما نشهيكمش. تبارك الله، شوفوا كيفاش كيجي. اعتمد انني ما نزيدش كميه من الزيت، لانه من بعد راه كيزيت كيطلق مازال الزيت. انا من بعد مني جمعته يعني في البواطه ديالو طلق الزيت ديالو، ويلا جاني في التكستور اللي بغيت. دابا تبارك الله راه جا رائع. وكنقدموه في طبق هكا للضيوف ديالنا، نزوقوه بشويه ديال اللوز ولا كاوكا ولا اللي متوفر عندنا هنا. زوقته بشويه ديال اللوز. ما تنساونيش من الاشتراك اللي باقي ما اشتركش. دائما في القناه كنقول لكم اشتركوا وزيدوا اشتركوا وبارطاجيو باش تقاسموا مع الاحباب والعائله والاصدقاء. واللايكات اللي كتطلع الفيديو صراحه، واللي كومونتير اللي كتدعمني كتطلع النفسيه ديالي والمورال باش انني نزيد نقدم لكم المزيد. وان شاء الله اللي جربت بهذه المكونات وبهذه الطريقه فهي طريقه بسيطه وسهله
ولكن راه كتعطي نتيجه رائعه. نتوما كيف شفتوا راه لا في المنظر ولا في المذاق راه رائع. وهو معروف بان راس اللولة درناه بمكونات اللي هي متجانسه ويعني طاقيه، كتعطي واحد الانرجي مقويه مفيده للجسم. فالصراحه شي حوايج ليا يعني من الاطباق المغربيه، من الوصفات المغربيه، وكنعرفوا بان اغلبيه الوصفات فهي مفيده للجسم. والى فيديو قادم احبائي، نتمنى السلو يعجبكم. في امان الله وحفظه، الى اللقاء.